بيفك ده. متخافش مش هتحس. طب ما تشيل الكاب يا محمد. آه. مش ممكن يكون مش عامل لك صداع؟ هو عامل انت لي اكيد صداع متعذب. وكل حاجه، بس انا خدت خلاص على كده بقى. اكيد متعذب. ده هيوصل لغايه الارض. لا طب استنى 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 نصورك براحة. الناس مش هتصدق والله. ممكن تسيبه. انت مش قادر. عشان هيوصل لغايه الارض. طب ما تخافش مش لا ارفع راسك عادي. مش قادر ولا ايه؟ لا عادي. طب بص الكاميرا. انا على فكرة الطول مش شاغلني على قد التقل. ازاي التقل ده؟ تقل فوق ال 10 كيلو. ازاي؟ لا يعني هو في حد شعره تقيل كده في العادي؟ مفيش في العالم حد كده. لا انا مش هسيبك من الطول خالص. لو انت حد سيبه. لو انت حد طبيعي وشعرك لغاية هنا مثلا برضو تقيل قوي. اكيد طبعا. خلينا يا جماعة اللي احنا شايفينه. بس انا متأكدة ان دي حاجة برضو مش طبيعية. لا ده طبيعي. انا عندنا هناك في المنطقه متعودين على كده. باجيلهم كده مفاجآت. مش انت. اي بس مش طب انا لو قعدت 16 سنة شعري مش هيطول كده. مش هيطول، بس اكيد لو ولا عندكم هيتقل حاجات كده. بتتعمل فمش قول كل بقى. الناس زي بعضها. طب انا مش هسيبك غير لما مش كل مش كل قول. الناس زي بعضها. قول الوصف. يا عم والله احنا ما عنديش 16 سنة في عمري عشان نفسك مثلا قول عشان ما اقرعش. لا، ما هو مصر كلها تنافسني. نفسك في ايه؟ لا مفيش حد بقى. حلمي اللي انا اطلع بره واعمل حاجه رقم قياسي يعني. فهي ان شاء الله هو ده اللي انا بقى. ايه بتاكل ايه يعني بتعمل ايه؟ لا انا كنت باكل اكل كتير. انا باكل بالاربع ترغيفه 5 ترغيفه وهو في اليوم. وهو الرغيف وهو العيش مفيد للشعر. والله صاحبي بيبقى جايبين علبتين مكرونه. يعني بجيب بقول له هات ب 3 جنيه ب 5 جنيش. هو العيش كويس للشعر يعني؟ الاكل حلو للشعر. الاكل الكتير حلو للشعر والجرجير. كنت بجيب بالحزم الجرجير ده قد كده. ماشي الجرجير ده بيتحط على الشعر انا عارفه. لا ما بيتحطش على الشعر. لا بيتحط. بيتاكل. وبيتحط. بيتطحن وبيتحط على الشعر برضو. بس انا الحاجات اللي انا كنت بحطها على والله الشعر العظيم حطيت كل حاجه ولا الهوا. لا انت لو من الحاجات تقعدي فتره بيها. يعني مثلا اسبوع ممكن تقعدي اسبوع. اسبوع بالجرجير. اسبوعين الكلام ده. ما اغسلش شعري اسبوع. شعرك. سيب شعر والله ما قادر يسيب شعره مش قادر يشيله. لا بقول قادر لك ايه؟ اشيله بس. انت رقبتك ايه بتوجعكش؟ لا واخد على كده، كانت بتوجعني في الاول بس انا خلاص بقى خدت على كده بقى مع بدايه طب بقول لك الشغل. ايه اللمه اللي هي من فوق زي الراسته دي مش دي تصدعك اكتر؟ لا دي ما بتصدعنيش بقى، ما هي تبع الدماغ خلاص ما. طب فكرت بقى تفك الضفاير دي مره؟ لا دي ما بتتفكش. خلاص لا اتلبدت كده هتفضل كده طول ما عمرها؟ ينفعش تتفك خالص. ليه بقى؟ اتفكت خلاص انا كده بقى اضطر ان انا احلق من دماغي من فوق. ليه؟ لو انا عايز افك. ليه؟ خلاص ما ينفعش تتفك خالص. ايوه بيحصل ايه يعني لو انا فكيت دي دلوقتي يحصل ايه؟ دي ما ينفع ما بتتفكش اصلا، ما هي خلاص. هما زي ما انت شايفه كده اهو. هما في يعني بعضيهم. لا استنى يعني متتفكش يعني انا دلوقتي جبت دي مثلا. وهي انت بص هو ايه عملها ضفيره. كلها في بعضيهم. ولضمها من تحت كده. قافلها زي زي ايه مش عارفه. دي كلها لزقت في بعضيها. زي الكروشيه كده. كلها واحد كده اهو، بس ابتدت بقى ايه. بقت تعمل كلاكيع استنى وكده ما والكلام ده. قلتلكش المايك من اللخبطه قول تاني. بقول لك بقت تعمل كلاكيع والكلام ده بقى. اتعقدت في بعض. اه بقالها كتير. بس انا الغريب بقى ان هو بص. يعني عامل زي الصوف مش شعر. بص. لا ده شعر بس حاجة غريبة، محدش عشان أول مرة يشوفوها هنا هو في مصر، فحاجة غريبة. لا مش أي نوع. حد يعملها. لا نوع بص انا شعري. أكيد أنت شعرك غير الشعر ده. انا شعري احلى طبعا. أكيد طبعا.